مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. عايزين حاجة حلوة، هنعمل إيه؟ هنعمل كيكة حلوة قوي. الكيكة دي كنا عملناها قبل كده، قريبة يعني قوي ليها لكيك الفناجيل أو الكوبايات اللي ما بتدخلش الفرن. هي تقريبا زيها، بس المرة دي أنا سويتها في الفرن وبصراحة كانت حلوة قوي ونتيجتها هايلة. وممكن كمان نغير فيها حاجات. أنا عملتها بأسهل طريقة لأن احنا كنا عايزين حاجة حلوة وسريعة جدا، يعني 10 دقايق بالظبط تحضير. حسب الفرن بقى بتاعك، 12 13 دقيقة، ربع ساعة في الفرن هتكون جاهزة خالص. يلا نشوف هنعمل ازاي الكيكة الحلوة دي مع بعض. معايا هنا كوباية إلا ربع سكر. بتحبوا السكر قوي هنخليها كوباية كاملة سكر عادي خالص حبيبات. ومعايا هنا معلقتين كاكاو اسباني من غير سكر، لان احنا طبعا حطينا سكر في البداية. اهم حاجة يكون نوع الكاكاو جيد. وبنفس الكوباية كوباية إلا ربع زيت، وبرضو الزيت نباتي يكون جيد برضو علشان يدينا نتيجة كويسة. وبنفس الكوباية برضو كوباية إلا ربع لبن حليب، يبقى اللبن قد الزيت قد السكر. وكمان معلقتين اتنين بس معلقة هرمية من الكاكاو الأسباني. أنا بحب أحط الفانيليا في البداية، مع إن هي المفروض كانت مع البيض لما نبتدي نقسم الخليط ده. هضربه بقى كويس قوي. هو الكل في الخلاط عشان اسهل على نفسي، هضربه ضرب كويس قوي وهرجع نشوف النتيجة بتاعته. كده خلاص كان اتضرب كويس قوي وعمل لي صوص هايل كده. هاخد نصه علشان هزين بيه، والنص التاني هستخدمه في خليط الكيك نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما احنا شايفينه كده سميك. لو حابة تخففيه هتخففيه بشوية لبن، معلقتين بس كده. دلوقتي انا هدخله التلاجة، ولما بيدخل التلاجة بيبقى اجمد شوية كمان. هنا معايا 3 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ. هنزل بيهم كده على باقي الخليط بتاعي او الصوص اللي انا كنت مجهزاه. طبعا انا كنت حاطة فانيليا من البداية. هنا معايا كوبايتين ونص دقيق بنفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها الزيت والسكر واللبن، كوباية واحدة بس اللي بنستخدمها. معايا هنا كوبايتين ونص، ومعايا كيس كيك شيف. وطبعا مش هننسى شوية ملح صغيرين. وهنخلط المواد الجافة دي كده مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكيكة دي ليها أفكار كتير قوي. مش عايزة تعملي الصوص ده، طبعا هنقسم المقدار ده وهنعمل نص بس وهنعمل كيكة. ونقدر نعمل طبقة تانية من أي حاجة، نعملها كريم شانتي وعليها فاكهة. نعمل الصوص ده، نعمل صوص أبيض. طبعا أنا كنت عملته معاكم قبل كده. الأفكار كتيرة جدا. هنا أنا كنت ضربت 3 حبات البيض مع باقي الخليط. هبتدي هنا بقى أحرك المواد السائلة مع الدقيق والكيك شيف. وهخليها مفروض خليط ناعم قوي كده وانسيابي علشان يستوي ما يبقاش فيه اي تكتلات. والملاحظة المهمة اللي بقولها لكم كل مرة مع الكيك، وهنا معايا معلقتين خل ابيض. لازم لازم الدقيق يتنخل كويس قوي، ده هيدي نتيجة كويسة للكيكة بتاعتك. هنخلط كده كل الحاجات دي في اتجاه واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهبتدي كده بقى ايه، خلاص انا كده بعد ما مزجت كل الحاجات دي وبقى الخليط انسيابي وناعم كده، هبتدي بقى اجهز الصينية بتاعتي. وهبتدي اشغل الفرن بتاعي. احنا عايزين الفرن سخن، الكيكات والمخبوزات وكل الحاجات دي لازم يكون الفرن بتاعي سخن. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. البايركس ده مقاسه 30 في 40. حابة تصغريه هتبقى الكيكة بتاعتك عالية، حابة تسيبيه هيبقى برضو السمك بتاعها أنا شايفاه معقول. عايزة تسويها في صينية ألمونيا
هتبقى حلوة معاكي، كل حاجة متاحة معاكي وهتديكي نتيجة حلوة وهترضيكي. هننزل بيها كده وهبتدي بخلة كده امشي في الكيكة بتاعتي بحيث ان انا اخليها كلها سمك واحد، يعني ميبقاش فيها جزء وجزء. الحركة دي بتخليها كلها سمكها واحد او مظبوط يعني. كده خلاص انا كنت دخلتها على فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف الاوسط. فضلت في الفرن حوالي من 12 ل15 دقيقة، مش اكتر من كده، وكانت استوت زي ما احنا شايفين. اختبرتها كده بالخلة وكانت استوت. لو عايزة بقى تعملي لها تشريبة، هتجهزي لها كوباية لبن حليب زي ما انا عملت كده، وممكن نضيف لها لكوباية اللبن الحليب ربع معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. عايزة كوباية لبن حليب بس، انتي حرة. هنا انا بالخلة كده ابتديت انغز الكيكة بتاعتي كده واعمل لها خروم كده علشان تشرب السائل بتاعي على طول. الكيك بالشوكولاتة دايما بيفضل اللبن، لو فانيليا ممكن نضيف عصير عادي مفيش مشكلة. ولو حابة تضيفي معلقة سكر للحليب برضو ده يرجع لذوقك، ولو انتوا بتحبوا الحاجات المسكرة اكتر لو عايزاها كده برضو دي حاجة ترجع لك. كده انا هشربها في كل مكان لغاية ما تشرب كوباية الحليب كلها، وهتشربها فعلا كلها وهنشوف دلوقتي. بعد كده 5 دقايق بالظبط هخرج بقى الصوص بتاعي من التلاجة وهبتدي انزل بيه على الكيكة بتاعتي. لو عايزة تخففيه ضيفيله معلقتين لبن حليب، عايزة تسيبيه كده زي ما هو برضو هيبقى حلو. هنزل بيه كده على وش الكيك بتاعي، وهبتدي احرك الصينية بتاعتي علشان كل مكان يروح فيه صوص الشوكولاتة ده. التزيين هنا يرجع لك، عايزة تسيبيها كده هتبقى حلوة قوي وهتديكي نتيجة لطيفة، وطعم الكيك وصوص الشوكولاتة هيبقى حلو. كده خلاص انا نزلت بالصوص بتاعي. عايزة بقى من فوق تزينيها، زينيها بأي حاجة انتي بتحبيها او موجودة عندك. عايزة لو عندك سوداني، عندك مكسرات، عندك شوكولاتة بيضة. انا عملتها هنا بشوية مكسرات، وكمان كان عندي شوكولاتة بيضة بشرتها كده بطريقة بسيطة، وهبتدي ازين بيها الوش بتاعها. وزي ما قلتلك لو ما عندكيش اي حاجة صدقيني برضو كده هتبقى طعمها حلو قوي، بس لمجرد احنا بنزينها بنكسر اللون من فوق. وكمان اكيد اي مكسرات هتديلها طعم حلو اكتر، يعني الموجود عندك دي حاجة ترجع لذوقك. هنا انا ضفت شوية مكسرات وكانت هايلة جدا بصراحة. يا رب الوصفة دي تعجبكم، وصفة سهلة وسريعة، حاجة حلوة كده سريعة ما خدتش وقت، مش مكلفة. لو وصفاتي بتعجبكم قولولي في التعليقات، وياريت تقولولي بتتابعوني منين، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس لو وصفاتي بتعجبكم. يا رب كل وصفاتي تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها.